مرحبا، أنا اسمي ماجد أو مستر ماجد زي ما تحبوا. الفيديو ده هو حلقة أولى من سلسلة حلقات خاصة بمادة الماس لطلبة المرحلة الابتدائية. وجدنا إنه من الأفضل إننا نبدأ الحلقات دي بالصف الرابع الابتدائي برايمري جريد 4، لأن دي سنة مفصلية أغلب الطلبة والطالبات بيحسوا فيها إن المنهج بقى طويل أوي وكبير أوي وصعب عليهم إنهم يفهموه ويستوعبوه. كمان أخدنا في الاعتبار عند تصميم الفيديو دوت أو الفيديوهات دي إنها تكون مناسبة للأمهات والأبهات اللي حابين يساعدوا أولادهم من خلالها. وحابب أقول كلمة لكل أب وكل أم: لو عندك أو عندك ابن أو بنت بيشتكي من مادة الماس وبتقولك يا ماما أنا متعقدة من المادة دي وما بقدرش أفهم حاجة من مدرس المدرسة، ولما بتوديها لمدرس خصوصي نفس الشكوى بتبقى لسه موجودة. لو أنت تعبت من كتر الخروج لمشاوير الدروس ونفسك تساعد ابنك أو بنتك وأنت قاعدة في البيت وتوفري وقتك ومجهودك وصحتك، الحل بسيط جدا. حضرتك تقدري تشتركي معانا وتتفرجي على الفيديوهات دي، وانا اقدر اضمن واكد لحضرتك ان بعد 15 او 20 دقيقة حضرتك هتكوني قادرة تشرحي لابنك او بنتك اي حاجة مش فاهماها في الدرس. وكمان لو شفتي الجزء الخاص بالاكسرسايز حضرتك هتقدري تساعديها في حل اي مسألة هي مش عارفة تحلها. احب اضيف معلومة اخيرة ان الحلقات دي موجهة لطلبة وطالبات المدارس التجريبي واللغات اللي بيدرسوا المنهج المصري في مادة الماس باللغة الإنجليزية. طيب خلونا ما نضيعش وقت ونبدأ بسرعة في الدرس الأول. أهلا يا أصدقائي، بنرحب مرة تانية بأصدقائنا طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي في المدارس التجريبي والمدارس اللغات برايمري جريد 4. وكمان بحب أرحب ترحيب كبير بالأمهات والأبهات الأعزاء اللي موجودين معانا دلوقتي. منهج الماس يا أصدقائي بتاع سنة رابعة اللي هو الفيرست تيرم أو الترم الأولاني مكون من 8 وحدات 8 يونتس، وطبعا كل يونت من دول مكون من عدد من الدروس. وفي نفس الوقت هنلاقي بعض اليونتس بتحتوي على جزئين والبعض الآخر بيحتوي على جزء اللي هو بيطلق عليه كلمة كونسبت. تعالوا مع بعض نشوف التفاصيل. وقبل ما نروح للتفاصيل أحب أفكر كل واحد من أصدقائي وأقول له لو عجبك الفيديو ما تنساش تفعل الاشتراك وتدوس على الجرس وكمان اللايك عشان يوصلك كل الدروس اللي هتنزل بعد كده. شكرا. هنبدأ دلوقتي بيونت 1. يونت 1 بعنوان بليس فاليو. واليونت ده مكون من جزئين، كونسبت 1 وكونسبت 2 زي ما قلنا من شوية ان بعض اليونتات فيها جزء وبعضها فيها جزئين. ده اليونت ده فيه جزئين. برضو اليونت دوت فيه 8 دروس 8 ليسونز. احنا النهارده هناخد ليسون 1 وليسون 2 هناخدهم مع بعض لان هم مدمجين مع بعض في حالة دمج بينهم. هنلاقي بعد واحنا ماشيين كده في الكورس هنلاقي ان في بعض الدروس بتبقى لوحدها وبعض الدروس مدمجة مع بعضها، فالليسون 1 و 2 مدمجين مع بعض. الليسون 1 بعنوان البيج نمبرز الاعداد الكبيره، والليسون 2 تشينجينج فاليوز، واليونت نفسه تحت عنوان بليس فاليو. البليس فاليو يعني احنا كنا خدناها السنه اللي فاتت. ممكن نفكر بعض ونتكلم حاجه بسيطه عليها. نقول ان البليس فاليو هو ببساطه الفاليو اللي ممكن الرقم ياخدها نتيجه لوجوده في بليس او في خانه معينه. طبعا هنشوف التفاصيل في الدرس دلوقتي. اوكي، يلا بينا نخش على الدرس الاول ونشوف البيج نمبرز. تعالوا يا اصدقائي قبل ما نتكلم على موضوع البيج نمبرز نراجع شويه موضوع البليس فاليو والنمبرز العادي. طيب لو لاحظت ان احنا الفتره يعني لو انت بتقرا كتب التاريخ ما بتشوفش انت كلمه مليون. يعني على سبيل المثال مثلا يقول لك ان جيش الفرس اتقابل مع جيش الروم وده كان ده مثلا 150,000 وده كان 200,000، وبالتالي تلاقي الارقام كلها اللي كانت موجوده في هذا الوقت كانت ارقام اغلبها بالالاف، ومن شبه المستحيل انك تلاقي مثلا كلمه مليون موجوده في كتاب تاريخ. ليه؟ لان هم ببساطه كانوا محتاجين الارقام الصغيره، كانت ماشيه معاهم كل حاجه بالالاف، وبالتالي ما كانش محتاج يخترع حاجه توصل لمليون لان ببساطه ما كانش عنده حاجه يعدها بالمليون. طيب
احنا هنا بالنسبه للارقام الصغيره كانت بتتكتب ازاي؟ تعال نبص عليها كده، واسمحوا لي عشان وجود بعض الامهات والابات موجودين معانا، بعض المسميات انا هقولها باللغه العربيه، لانه طبعا هم اكيد الامهات واباتنا درسوا كل الحاجات دي، بس هم ممكن يكونوا درسوها باللغه العربيه، وبالتالي انا بس عايز استخدم بعض المسميات العربي في البدايه دلوقتي. طيب، كان عندي المجموعه الثلاثه دي بيسموها مجموعه عدديه، وكان عباره عن ايه؟ احاد، ودي العشرات، ودي المئات، ماشي. وبعد كده في مجموعه عدديه تانية اللي هي بتاعت الالوف، برضو فيها احاد، الالوف، عشرات الالوف، مئات الالوف، ماشي. المجموعه العدديه دي احنا هنا بنسميها البيريود بتاعت الوانز، مجموعه العدديه اللي خاصه بالايه؟ بالاحاد. ودي المجموعه العدديه الخاصه بالالوف، بيريود بتاعت الثاوزند، ماشي. طيب، اذا المجموعه دي كلها الثلاثيه بنسميها بيريود، قلنا بتاعت الوانز، ودي البيريود بتاعت الثاوزند. اوكي. طيب، الجدول ده كله احنا بنسميه بليس فاليو تشارت. الجدول ده بنسميه يا جماعه بليس فاليو تشارت. وظيفته ايه الجدول ده؟ وظيفته ان انا بسكن او بحط كل رقم في الخانه بتاعته. يعني مثلا الاثنين ديت او التو ديت في خانه ايه؟ في خانه الوانز او خانه الاحاد. الزيرو دي في خانه التنس او في خانه العشرات. الفور دي في خانه الهندرز او في خانه المئات. الاربعه الثانيه دي في خانه ايه؟ الوانز. طبعا وانز مش وانز، دي هنا في وانز اوف ثاوزند، يعني دي يعتبر زي كده اللي بنسميها احاد الالوف. وهنا ال8 تنس اوف ثاوزند، ماشي. وهنا 3 100 اوف ثاوزند. وبالتالي كل رقم من دول متسكن في الخانه بتاعته او في مكانه، ماشي يا جماعه. التسكين ده وظيفته ايه او مهمته ايه؟ المهمه بتاعته إيه؟ ان انت لما بتسكن الرقم ده في الخانه دي بتعرف قيمته. يعني مثلا احنا لما نسكن ال2 دي هنا في الوانز في قيمتها 2، هي قيمتها 2 بس. طب الزيرو في اي زمان ومكان هو بزيرو، مش هنتكلم فيه. طب الفور لما نسكنها في خانه الهندردز هتبقى قيمتها كام؟ هتبقى قيمتها 400، تبقى قيمتها 400. طب الفور الثانيه ديت لما نسكنها في الخانه بتاعت اللي هي 1000 او 1000 ديت هتبقى قيمتها قد ايه؟ هتبقى قيمتها 4000، ماشي. طب وال8 دي لما نسكنها في الخانه بتاعت 10000 هتبقى قيمتها قد ايه؟ هتبقى 80000. طب لما ال3 دي هنسكنها في الخانه بتاعت الهندردز اوف ثاوزند هتبقى قيمتها قد ايه؟ هتبقى قيمتها 300000، 300000، ماشي يا شباب. طيب، كل الكلام ده جميل. طب النظام ده نظام رائع وجميل وفي كل حاجه جميله وحلوه. كانت ايه مشكلته؟ قال لك مشكلته الوحيده ان انت ما يقدرش تحط فيه رقم مليون. يعني اكبر رقم ممكن تحطه 999999. طب لو عندك حاجه بالمليون تعرف تحطها في المنظومه دي او في النظام ده؟ لا، ما ينفعش. طب الحل ايه؟ اقول لكم الحل ايه بعد شويه. طيب، كنا بنتكلم ان المشكله في النظام القديم ان هو اكبر حاجه كنا ممكن هنحط فيها 999999، وبالتالي ما ينفعش انا اعبر عن رقم مليون في النظام القديم. طب ايه اللي احنا ممكن ازاي نحل المشكله دي ونحلها ازاي؟ قال لك المشكله بسيطه جدا وحلها سهل جدا جدا. مش انت كنت حاطط بيريود للوانس وكنت حاطط بيريود للثاوزندز؟ حط كمان بيريود للمليون. خلاص، يبقى انت كده عندك 3 خانات للملايين. بمعنى لو انت عايز تعبر عن 1 مليون بتعبر تكتب هنا 1 والباقي بعد كده تحط الحاجات اللي هي بالالفات. لو عايز تعبر عن مثلا 20 30 مليون بتحط هنا حاجه، رقم هنا ورقم هنا. لو عايز تعبر عن مئات الملايين تحط هنا رقم هنا ورقم هنا ورقم هنا. يعني انا مثلا لو سبيل المثال لو عايز اعبر عن اي رقم وليكن الرقم دوت بالملايين، نقول مثلا لو انا عايز اعبر عن رقم ب وليكن مثلا 20 مليون ولا حاجه، اروح انا عامل حاجه زي كده، اروح جاي هنا وكاتب هنا 20 بقت 21. طب لو عايز اعبر عن مثلا 121 او 221 او 521 ادي بقى 521 521 مليونز، والباقي بعد كده نرصه زي بقيه الانظمه اللي احنا عرفناها في المره اللي فاتت. هنحط هنا حاجات بالالاف وحاجات بعشرات الالاف وهكذا، ماشي. طيب النظام ده بيخلينا نقدر اعبر عن اي رقم لحد 999 مليون، وبالتالي ببساطه ان انا اقدر احط الرقم بتاعي لحد 999 مليون بالالافات بتاعته في الصيغه ديت في البليس فاليو شارت دوت.
ويبقى هنا حلل المشكله ان هو المنظومه القديمه اللي كانت اكثر حاجه تتحمل ان انا احط 929,000، لا المنظومه دي تتحمل لحد ايه؟ اقدر احط فيها 999 مليون. لو انا حطيت هنا 9 وهنا 9 وهنا 9 وحطيت هنا تسعات، كله تسعات كده، يبقى انا اقدر اعبر عن 999 مليون 929,999. ماشي. تعالوا نشوف مثلا مثال عملي كده اوريك ده ازاي هو يحط العدد سكان بتاع مثلا دولة زي مصر، وبنقراها ازاي في الحالة دي. اوكي تعالوا نبص عليها دلوقتي. جه قال لك هنا ان عدد سكان مصر ده طبعا دي احصائية رسمية 102,334,404. ماشي. طب ننطقها ازاي دي؟ قال لك لو انت عايز تقراها تقري ازاي؟ 102 مليون 334,404. ماشي يا جماعة. والتاني 102 مليون 334,404. اوكي. اذا انا اقدر اعبر من خلال المنظومه دي على اي رقم بالملايين لحد 999 مليون. طب الرقم ده المنظومه دي رائعه وجميله وكل حاجه. طب هل فيها مشكله؟ قال لك فيها مشكله. ايه المشكله الصغيره؟ قال لك لو انت عندك رقم يتجاوز او يساوي المليار مش هتعرف تحطه، لاننا كبرنا هنا كام؟ هنا 999 مليون. طب لو انا عايز مثلا اعبر على عدد سكان على سطح الارض على سبيل المثال، عدد سكان على سطح الارض حوالي 7 و8 مليار، يبقى المنظومه دي مش هينفع انها ايه؟ يبقى ما زالت عندي مشكله في المنظومه دي. طب هنحلها ازاي؟ هنشوف بعد شويه الناس حلوها ازاي. ادي الحل يا سيدي. قال لك حل بسيط جدا جدا مفيش مشكله. ايه الحل؟ اضاف بيريود جديده حطت فيها المليار. يبقى انا ممكن زي ما شايف كده اضاف بيريود. حد يقول لي ده مش بيريود، ده عمود واحد مش 3 اعمده. بس هو هنا عشان الرسم بس، انما الطبيعي ان هو دي ممكن تبقى فيها 1 و2 و3، فيها وانس وفيها التنس بتاعتها وفيها الهندرز. هو عشان محتاج الاولانيه بس اللي هي الوانس حط اللي هي العمود ده، لما يقدر يحط البيريود دي بالثلاثه بتوعها اللي هي زي ما قلنا الوانس والتنس والهندرد. هنا حط الوانس بس ليه؟ لان هو محتاج الوانس بس، لان هو كان بيعبر عن هنا عن ايه؟ عايز يعبر عن ايه؟ عايز يعبر عن عدد سكان اللي على سطح الارض. هم كانوا 7 مليار وشويه، 7 مليار وشويه، فراح عامل هنا خانه اضافيه عشان يقدر بالمنظومه الجديده ان هو يعبر عن ايه؟ عن الرقم اللي يتعدى او يوصل للمليار او يتعداه. طب نقرا الرقم ده ازاي؟ قال لك تقراه ببساطه هتبقى 7 مليار 7 مليار دي اس يا جماعه 7 مليار 794 مليونز 798,739 عفوا. ماشي نقراها تاني 7 مليار 7 مليار 794 مليون 798,739. اوكي. في اي مشكله في القرايه؟ اتصور يعني اي حد ممكن يقراها بسهوله يعني. ماشي. وبالتالي يبقى احنا كده وصلنا لمرحله ان انا اقدر اكتب اي رقم يعبر عن المليارات. ماشي يا جماعه. يبقى انا كده بدات بالارقام اللي هي بتاعت الالفات، وبعد كده وجدنا ان في مشكله فاضطرينا نحط بيريود جديده خاصه بالملايين، وبعد كده حطيت بيريود جديده خاصه بالمليارات. ماشي. طبعا البيريود بتاعت المليارات ممكن برضه احط فيها الثلاثه بتوعها اللي هو هيبقى الوانس والتنس والثاوزند عفوا والهندردز. هو هنا حط بس الوانس عشان هو كان محتاج دي بس. ماشي يا جماعه. اوكي. طيب في بس حاجه عايز الفت نظركم عليها، ان ازاي احنا نكتب الحاجات دي وازاي نبدا نحط الفواصل بينها. هنشوفها بعد شويه. هنا دلوقتي هنحاول نشوف ازاي الارقام الكبيره دي بنكتبها، وازاي بنفصل ما بين البيريودز والاخرى بالكوما او بالفواصل بتاعتها. طيب تعال نشوف الرقم دوت 6 مليار 208 مليون 196,318. طيب
اتصور دلوقتي كلنا نقدر نقرا الرقم مفيش مشكله فيه. 6 مليار 208 مليون 196,318. طيب لما انا احب اكتب الرقم ده اكتبه ازاي؟ هو راجل كتب الرقم، واخد بالك، كتبه عادي زي ما احنا بنكتبه 6208196 كذا كذا كذا. طيب قال لك لما تيجي تحط الفواصل بعد كده كل ثلاث ارقام تحط بعدهم فاصل، وخلي بالك ابدا دايما من اليمين، يعني ما تجيش من الشمال تعد 3، لا لازم تبدا من هنا من اليمين، بعد كل 3 تحط فاصله، 3 اللي بعدها تحط فاصله، 3 اللي بعدها تحط فاصله، وهكذا. ليه؟ لان الثلاثه دول يا جماعه دول البيريود بتاعت الوانز، دول ايه؟ 318 دول يمثلوا ايه؟ البيريود دي بتاعت الوانز، والمجموعه دي اللي هي 196 دي دول يمثلوا البيريود بتاعت ال1000، دول ايه؟ البيريود بتاعت ال1000 ديت، وال208 دي البيريود بتاعت الملايين اللي هي دي. وبالتالي لازم انا لما ابدا انا احط الفواصل بتاعتي او الكوماز بتاعتي دي احطها من اليمين واعد 3 واحطها وهكذا. ما ينفعش ابدا من الشمال يعني بعض الزملاء شفت انا حد بيعمل القصه دي، وده طبعا غلط جدا، هيبوظ لك الدخل. ماشي؟ فدي مهم جدا ان انا لما اجي اكتب دايما اعد 3 ديجيت واحط كوما، 3 ديجيت واحط كوما، 3 ديجيت واحط كوما. اللي هيتبقى ده بقى يطلع هنا رقم او رقمين او 3 مش مهم، المهم لازم تبقى مظبطه من ايه؟ من اليمين. طيب تمام كده يا شباب. دلوقتي احنا نقدر نتكلم على البيج نمبرز. ايه البيج نمبرز؟ البيج نمبرز هي بتمثل الشاشه اللي قدامي دي، ان هو انا عندي دلوقتي بيريود خاصه بالوانز، بيريود خاصه بالثاوزندز، بيريود خاصه بالمليونز، بيريود خاصه بالمليار. وكل بريد من دول زي ما احنا شايفين فيها الوانز والتنس والهندرد، ان الوانز والتنس والهندرد وهكذا. وانا بالشكل ده اقدر اعبر عن اي رقم لحد 999 مليار، واخد بالك، و 999 مليون و999,999. ماشي؟ يبقى الرقم دوت هو اكبر رقم انا ممكن اعبر عليه بالمجموعه دي. واحد يقول لي طب لو عايزين حاجه نحط حاجه اكبر، والله ممكن نحط حاجه بس الحاجه دي هتبقى اسمها تريليون، وهي دي مش مقرره عليكم. بس اللي انا عايز اقوله ان هو البيج نمبرز عباره عن ايه؟ عباره عن رقم كبير يوصل لمئات المليارات، انا اقدر اعبر عليه بالطريقه اللي انا اتعلمتها، ان انا بحط بيريود خاصه زي ما قلنا في الاول كنا حاطين بيريودز بالوانز وبيريودز للثاوزندز بس، وبعد كده قلنا الناس تطورت فمحتاجه ارقام اكبر فحطوا بيريود تعبر عن المليون او الملايين، وبعد كده الناس برضو تطورت ومحتاجه ارقام اكبر فحطوا بيريود بتعبر عن المليارات. ماشي يا جماعه؟ التصور دي اصبحت دلوقتي واضحه، ان يعني اللي احنا اتكلمناه من شويه الجزء اللي فات اعتقد ان هو يخلينا فاهمين نفهم الشارت دوت او الشكل اللي احنا شايفينه دوت، ان كل بيريود بتعبر عن فئه معينه، وكل بيريود من جواها الوانز بتاعها والتنس والهندرد، الوانز والتنس والهندرد وهكذا. تمام؟ اتعشى ان تكون الامور واضحه بالتسلسل اللي احنا عملناه ده. اوكي؟ طيب تعالوا يا اصدقائي نتكلم دلوقتي على حاجه اسمها changing place values. changing place values، تغير القيم المكانية. طبعا الاسم صعب شوية، معلش هنحاول نبسطه. طب تخيل، نبدأ اننا نتخيل لو انا عندي رقم زي كده 2 مليونز 222,222. كل خانة من دول فيها رقم مماثل للرقم اللي قبلها اللي هي 2. طيب قال لك ان هنا القيمة بتاعت ال2 في الوانز ديت هي قيمة ايه؟ هي 2، صح؟ بينما نفس ال2 ديت قيمتها موجودة في خانة العشرات ب20. نفس الرقم هنا اللي هو 2 قيمتها في خانة المئات هي 200. عشان كده لو انا عندي رقم زي ده 2 انا بقرا ايه؟ 222. صح ولا مش صح؟ لو انا كتبت لك 2 هتقراها ازاي؟ 222. انا بقول على دي 200 ليه؟ لان هي بالفعل بقى اصبحت قيمتها 200، وال2 اللي هنا هي قيمتها بالفعل اصبحت 20، بينما ال2 اللي هنا في الوانز هي ما زالت زي ما هي. عشان كده لما بقرا رقم عباره عن 3 اتنينات او 2 بقول ايه؟ 222. كل واحده بقيمتها، دي 200 ودي 20
ودي 2. طب لو كانوا 4 اتنينات هقراهم ازاي؟ هقول 2222 يبقى دي اصبحت ايه؟ اصبحت 2000. ماشي؟ طب لو كان رقم من 5 ارقام 2 2 2 2 5 ارقام اقول ايه؟ هقراها ازاي في الحاله دي؟ اقول 22,222. ماشي؟ قلت 22,000 اعتبرت دي 20,000 ودي 2 بقت 22,000. طب ودي؟ قال لك لو هنا بقى يبقى الحاله دي هتبقى 200,000 22 او عفوا 222,000 يبقى دي بقت 100,000. 200 يبقى دي 200,000 ودي بقت دي 20,000 وبقت دي 2,000. فمجموعه يبقى ايه؟ 222,000. ماشي؟ طب لو هنا زودنا كمان 2 بقت 2 مليون. قال لك الحكايه دي غريبه قوي. يعني ده معناه ايه؟ ان ال2 ديت الاثنين دي طول ما هي ماشيه كده كل ما اتنين من محطه لمحطه كما لو كانت بتتضرب في 10 بقت 20. ال 20 ضربت في 10 بقت ب 200. ال 200 ضربت في 10 بقت 2000. ال 2000 ضربت في 10 بقت 20,000. ال 20,000 ضربت في 10 بقت 200,000. ال 200,000 ضربت في 10 بقت 2 مليون. تخيل انت بقى لو واحد قال لك ايه؟ انت هتركب المحطه دي معاك شنطه فيها 2 جنيه. المحطه الجايه واحد هيوقفك هيقول لك انت معاك كام؟ ويديك 10 امثال القيمه. لو كان معاك 2 جنيه هيديك 20 هيديك عليهم 20. والمحطه اللي بعدها هيسالك انت معاك كام؟ تقول له 20 فيروح مديك 200. والمحطه اللي بعدها هيسالك انت معاك كام؟ 200 فيروح مديك 2000. والمحطه اللي بعدها انت معاك 2000 يروح مديك 20,000. والمحطه اللي بعدها معاك 20,000 يروح مديك 200,000. والمحطه اللي بعدها يروح مديك كمان ايه؟ 2 مليون. حاجه غريبه ان انت لما بتتنقل من محطه لمحطه كان بتضرب دايما في 10 في 10 مضاعفات 10 10 10 وهكذا. ماشي؟ ودي من النظام الاساسي في النظام العشري بتاعنا يا جماعه. ان انت دايما لما بتنقل من خانه الاحاد لخانه العشرات بيضرب في 10. من خانه العشرات لخانه الهندرز بيضرب في 10. من الهندرز 1000 بيضرب في 10 وهكذا. وده النسق الطبيعي اللي احنا شغالين عليه بالنظام العددي بتاعنا. ماشي؟ طبعا في حاجات كتير موجوده مش دي الانظمه اللي موجوده بس في العالم انما دي الاكثر شيوعا اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليوميه اللي هو النظام العشري اللي بيضرب دايما في 10. ما بتتحرك دايما من خانه الخانه بيضرب في 10. ماشي يا جماعه؟ ودي الحته اللي انت دلوقتي المفروض تكون محتاج تفهمها. ان انا لما بتحرك من خانه الوانز لخانه التنز بضرب في 10. ولما بتحرك من خانه التنز لخانه الهندرز بضرب في 10 وهكذا. ولو انا هنط خانتين هتحرك مثلا من الوانز للهندرز هضرب في 100. ولو انا هنط 3 خانات هتحرك من الهندرز لل1000 هضرب في ايه؟ في 10 في 10 في 10 هضرب في 1000 وهكذا. ده اللي انت محتاج تفهمه دلوقتي. ده احنا هنحتاجه بعد كده في المسائل. ماشي؟ هل الفكره واضحه دلوقتي؟ تمام.